الرجوع إلى موضوعنا الأساسي وهو صلاة الليل، فعليكم بدراسة موضوعها وبابها لكي تكونوا على اطلاع بها، لتبدأوا بها معاهدين الله على أن لا تقطعوها أبدا، مع العلم أنه يمكن قضاؤها. وسنعتبر أن صلاة الليل شعار ما يسمى أو ما يسمون بالتيار الصدري، فمن تركها ترك التيار، ومن استمر عليها استحق الاستمرار مع هذا التيار الجهادي الناطق، ولا أحيد عن ذلك. ومن أراد الخيانة فيمكن أن تقوم بها علنا في المساجد، فيمكن أن نقوم بها علنا في المساجد وغيرها، واعلموا أنها لا يؤتى بها إلا فرادا، وإلا كانت بدعة كما تعلمون. وعلى طلبة الحوزة العلمية تكفل من أراد فعلها لكي تكون شوكة بعين الظالمين وسكينا يقطع ألسن الكذب والدجل، ولا يشترط بها أن تكون في وقت معين من الليل، فأما أن تكون وكبداية بعد صلاة العشاء مثلا أو قبل صلاة الفجر لكي نحصل ونداوم على الواجبة أيضا، أقصد صلاة الصبح مع الليل، فنجمع خير الدنيا والآخرة. واعلم أن العدو سوف لن يسكت، لكن الموت في سبيل إحياء هذه الشعيرة هي الشهادة.